دفعتو قلت لي اش كدير؟ قال لي راه تنبغيك. قلت لي اش هاد الهضره كتقول؟ انا راه بحال اختك، كنعتبرك بحال خويا الكبير. قال لي لا انا ماشي خوك. السلام عليكم متابعين القناه، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم قصه جديده، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتابونوا في القناه. انا سميتني هاجر، عمري 24 عام. انا البنت الصغيره في خواتاتي. عندي اختي كبيره مزوجه وعايشه في فرنسا، واحد اختي في عمرها 27 عام مزوجه وساكنه حدانا. مهم قصتي غادي تبدا من نهار اللي ولداتني ماما. انا ماما ولدات جوج بنات متابعات. بابا كان بغى الثالث يكون ولد، كان ديما تيقول ليها خاصك تولدي ليا ولد، راكم عارفين العقليه ديال الناس الاولين كيموتوا على شي حاجه سميتها الدراري. بحكم بابا كان طبعو صعيب، ماما ما كانش تقدر تقول ليه على شي حاجه لا. نهار اللي ولداتني كأنثى بداو المشاكل ما بين بابا وماما. ماما من داك النهار وهي كتكرهني، بالرغم انا ما عنديش ذنب في داكشي ديال الله، هو اللي كيعطي البنات وهو اللي كيعطي الدراري. ولكن عمرني سمعت منها كلمه بنتي، عمرني حسيت بالحنان ديالها. ديما الحقره، ولا وقعت شي حاجه لخواتاتي ديما كتلومني انا، كتقول لي انت النحس تقلب لينا حياتنا. ولا سقطات شي وحده في خواتاتي في الدراسه ديالها كتقول لي بسبب النحس اللي عندي في الدار. اش غادي نقول لكم؟ المعاناه اللي عشت والحرمان بزاف د الحوايج اللي ممكن تحظي بهم بنت صغيره في عمري، لدرجه عمري شريت لي شي حاجه جديده كنلبس حوايج خواتاتي. كتقول لي انت غادي تلبسي حوايج خواتاتك اللي صغاروا عليهم. هادشي كله صابره وكنبكي في الصمت. ملي كبرت دخلت الثانويه كنبغي حتى انا نلبس بحال البنات ونشري حوايج زوينين، ولكن غير نذكر لها شي حاجه كتقول لي مالك انت شنو خاصك؟ كانوا بنات صحاباتي كيضحكوا عليا حيت كنلبس غير حوايج قدام، بالرغم انا بابا ميسور ما خاصو حتى شي خير. ومن بعد مني وصلت للبكالوريا صافي كرهت راسي، تعقدت وخرجت من الدراسه. المهم اختي الكبيره تزوجات وبقات معانا شي شهور، مشات عند راجلها. ومن بعد من تزوجات اختي الوسطانيه عندها وليد وحملت المره الثانيه. كانت فتره الحمل ديالها صعيبه بزاف، هي مع الخدمه والمسؤوليه ديال الدار والولد صغير تقال عليها الحال. وهي تقول ماما خليها جار تجي عندي تعاوني شويه في الولد. شدوا ليا بين ما جيت من الخدمه حتى نولد نشوف شي حل. صافي انا طرت بالفرحه، حيت اخيرا غادي نتهنى من ماما ومن المعيور ديالها. مشيت عند اختي، كنت تنبقى في الدار نطيب ونقابل ليها ولدها، هي خدامه وكان راجلها تيرجع بكري من الخدمه. كان ديما مني كيجي كنوجد ليه اتاي وشي حاجه بحال الكيكه ولا مسمن. بحكم انا كنت كنموت على شي حاجه سميتها، كانت اي حاجه شفتها كنبغي نجربها. ولكن ماما عمرها شكرت لي شي حاجه، ولكن هو كان العكس تماما، ديما تيشكرني وكيجاملني. كنت تنحس بالفرحه حيت اخيرا شي حد شكر لي التعب وعلى شي حاجه كنديرها ويحسسني انني عندي قيمه. بلا ما نطول عليكم، انا ويا ديك الفتره ديما كنا نتفرجوا في التلفازه مع بعضياتنا، وبعض المرات تيخرجني انا وولدي واللي راه كيقانطه في الدار يلا نخرجوا تفوجي شويه. المهم توالفنا مع بعضياتنا بزاف. مع انا من صغري عشت الحرمان ديال الاب وديال الام، حتى من خواتاتي ما نكذبش عليكم عمرهم حسوني باللي تيبغوني، واخا ما كانوش تيديروا شي تصرفات خايبين، ولكن عمرني حسيت بالحب ديالي ليا. ايوا هي هذيك. بحكم انا اختي نهار كامل هي في الخدمه، زيد مني كترجع للدار ديما مريضه وحالتها حاله مع الوحم، وليا ما كانش كتعطي راجلها الوقت نهائيا. ولكن بعكسي انا اي حاجه بغاها كيلقاها موجوده، كنطيب ليه كنصب ليه، ديما نشيطه وكنضحك ولا معجب بيا لواحد الدرجه ما تصورش. واحد النهار كان جا من الخدمه وانا كنت في الكوزينه كنطيب ليه مي ياكل، جا وبقى تيهضر معايا. ما حسيت بيه حتى بدا يهنق فيا وقال لي ما نقدرش نعيش بعيد عليك. دفعتو قلت لي اش كدير؟ قال لي راه تنبغيك. قلت لي اش هاد الهضره كتقول؟ انا راه بحال اختك، كنعتبرك بحال خويا الكبير. قال لي لا انا ماشي خوك. قال لي انا ندمت النهار الاول ما تزوجتش بك انتي بلاصه اختك. صافي قلت لي بعد مني، بغى يتقرب مني غوت عليه وهو يخاف. اختي تدخل وتسمع الغوات صافي وهو يمشي. قال لي عندك هادشي تقولي لاختك؟ بقيت هكا كل مره كنتهرب منه، حتى لواحد النهار مات خوفي كسيده وكان ميؤوس واحد الدرجه كبيره، وانا كنت ديما كنواسيه. الصراحه بقى فيا، هو عنقني وقال لي سمحي لي الا قلت راه ما قصدتش، ولكن ما قدرتش نقاوم راسي. انا قلت ليه صافي ماشي مشكل، عاود عنقني ويوقع اللي وقع. من داك النهار وليت تنبغي، ما عرفتش كيفاش، ولكن هادشي اللي كاين. وليت تنحماق عليه حتى ولينا تنخرجوا مع بعضياتنا. وفي الدار اش غادي نقول لكم، في غياب اختي مسكينه ما على بالهاش وكرشها حتى لفمها. بقينا هكاك على علاقه في فتره الحمل ديالها. ومني ولدات جلسات في الدار، انا كنت كندير السبب اللي غادي نتلاقى البنات باش نفوش شويه حيت قانطه، ولكن كنت كنتلاقى مع راجلها في واحد الدار ديال عمو مخلي ليه الساروت باش مره يطلي عليها. كنا ديما كنمشيو ليها وبدا كيتهرب من اختي، هي ما فاهمه والو، يسحب لها غير ما مولفش السطح ديال التربيه. او من بعد وقع لي وقع وحملت، كنبقى ديما نتقيا. اختي قالت لي عندك الطبيب
لا تكوني مريضه ولا شي حاجه. انا كنت ديما كنتهرب. مشيت قلتها ليه، كيقول لي غادي نطلق اختك ونديك انت، الا بغا كوبي اللي بغا يوقع يوقع. اختي غير كدور عليا وكتقول لي خليني نديك للطبيب. مسكينه كتبقى سهرانه معايا. انا عاد بديت كنحس بالندم، بديت تنكره راسي كتر. ندمت بزاف على داكشي اللي درت، وما كانش عليا نوافق ليه ويتقرب مني، وما كانش عليا نخون اختي، وما كانش عليا ندير هادشي في راسي. مشيت درت الاجهاض بلا ما نقولها ليه. اول حاجه درتها مشيت شديت الكار ورجعت لمدينتي بلا خبر اختي وبلا خبر رجلها. مني شافتني ماما هكاك قلت ليها راني مريضه، ودابا رجلها كيقول لي كل مره تيصوني عليا وكنتجاهلو. حيت بزاف ما نقدرش ننسى هادشي اللي درت. بغيتكم تنصحوني اشنو ندير مع هاد المصيبه اللي طاحت فوق راسي. واش نقول لاختي هادشي اللي وقع، وفي نفس الوقت ماما وبابا غادي يلوحوني للزنقه وغادي نخسر كل شيء، خواتاتي دارنا ووالديا. ولكن السكوت تيعذبني، كنحس بعذاب الضمير من داكشي اللي درت، وعمرني غادي نسامح راسي. عارفاكم غادي تلوموني كنستاهل اي حاجه، اي عقاب، حيت انا ما كنسواش. انا فعلا كنحس كيف ما كنت كتقول لي يا ماما ديما يا ريت كون ما ولدتش نهائيا. يا حسرة الندم اللي كنحس بهم، ما غاديش تقدروا تصوروا. كنتمنى تنصحوني.